صبح صبح يا عم الحاج ومسا مسا على كل الناس الكويسة. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه وايه الاخبار؟ يا رب كل الناس تكون بخير وكل شيء تمام معاكم. اهلا وسهلا مرحبا بيكم في يوم جديد وحلقة جديدة. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن الفلوس. الفلوس هي كل حاجة، كل حاجة بتساوي فلوس. هتتجوز بفلوس، هتحب بفلوس، هتدرس بفلوس. الفلوس هتأكلك، الفلوس هتشربك، الفلوس هتعالجك، الفلوس هتسكنك، الفلوس هتعيشك عيشة حلوة، عيشة البني آدمين، عيشة الناس النظيفة. هتعيش في منطقة راقية، منطقة هادية، مع ناس محترمة، مع ناس نظيفة، مع ناس عالية الجودة. عارف يعني ايه ناس عالية الجودة؟ ناس راقية وناس رايقة. فالفلوس هي اللي هتعملك كل الحاجات دي. من غير الفلوس انت هتبقى بني آدم مش بني آدم. انت هتبقى ايه؟ انت هتبقى عالة. انت هتبقى عالة على المجتمع حرفيا بكل معنى الكلمة. كل اللي بيقولك ان الفلوس مش كل حاجة ده بيكون اما واحد عبيط او واحد مريض. بيكون واحد عبيط اللي هو بيسكن الألم، بيسكن الفقر، بيضحك على نفسه، بيحرق جاز، عايش الوهم، بيهاتي في الضلمة، بيدن في ملطة وبيقول اي كلام حرفيا بكل معنى الكلمة، اللي هو العبث، اللي هو بيقول اي كلام اي كلام اي كلام اي كلام. والنوع التاني اللي هو النوع المريض، اللي هو بيبقى معاه فلوس وبيقول لك ان الفلوس مش كل حاجة، وان الفلوس وحشة وكذا وكذا وكذا، لان هو شخصية مريضة، شخص مريض. بعكس التاني اللي هو شخصية عبيطة او شخص عبيط. ده بقى العكس تماما، هو واحد خبيث لئيم ماكر بخيل طماع اناني، عايز كل حاجة لنفسه، عايز كل حاجة لنفسه ولأسرته ولعيلته وبس. أو ممكن يبقى هو عايز الحاجة دي ليه هو بس. فما تصدقش دول وما تصدقش دول، يعني ما تصدقش الناس دي اللي هي الناس العبيطة، وما تصدقش دول اللي هم الناس المريضة. خليك كده في الحنين، فاهم؟ خير الأمور الوسط، الرفق ولا اللين ولا الشدة. اعمل فلوس عشان الفقر وحش، الفقر مهانة، الفقر ذل، الفقر قلة قيمة، الفقر قلة أدب، الفقر زي الخرا حرفيا بكل معنى الكلمة. عشان ما نضحكش على بعض، الفقر حاجة وحشة جدا جدا جدا. اوعى تكون فقير، اعمل المستحيل عشان تبقى غني. وعلى رأي مغني الراب المشهور 50 سنت أو 50 قرش، على رأي حزلقوم: خليك غني أو موت وأنت بتحاول، خليك غني أو موت وأنت بتحاول تبقى غني. وبس كده، خلصانة بشياكة. فالفلوس هي كل حاجة، وأنا بعمل المحتوى ده عشان اكسب فلوس. ايوه، انا بكسب فلوس من اليوتيوب والتيك توك وانستجرام والتليجرام وكل المنصات، بكسب منها من ارباح الاعلانات. فانا هنا مش جاي ابيع لك كورسات ولا ادي لك كورسات ولا ابيع لك منتجات ولا عايزك تنتسب في القناه ولا بقدم استشارات. انا هنا بصنع محتوى رقمي وبكسب منه.